السلام عليكم عسلامة خوتي خياتي، واش راكم؟ جوسبركو فوزالي بيان ان شاء الله. ديما نلقاكم كامل بخير. ديما معكم كويزين كاينة 06 ودائما مع الوصفات البسيطة واللذيذة. اليوم رايحه نشارك معاكم واحد الوصفه ما كانش دارني ما يديروهاش، خاصه في الشهر تاع رمضان، واللي هي الدولمه تاع القرنون، من الوصفات الجزائريه التقليديه اللي نحبوها كامل خاصه في الشهر تاع رمضان. انا اليوم رايحه نديرها باللحم، نتوما تقدروا ديروها بالدجاج. هذاك اللحم راهو طايب زبده يتفتت وحده، راكم تشوفوا النتيجه بعينكم، يعني ما شاء الله. انا هاد الظلمه تقريبا نديرها يعني في رمضان هكا يوميا 3 ايام، ونديرها لانه نحبوها كامل في الدار. الوغ في الثلاجه نحط ملعقه تاع سمن مع 2 مغارف نتاع الزيت، بصله كبيره تكون مرحيه مع طرف نتاع اللحم. كما قلت لكم نتوما تقدروا ديروها بالدجاج، ماشي سي اوبليجي نديروا اللحم. رايحه نديرهم فوق النار نخليهم يتقلاو بيان. من بعد راح نضيف فلفل اسود مع توابل تاع اللحم. هذا واش رايح ندير لي زيبيس مع عود تاع القرفه وحبه تاع جابو تاع البقري. بما انه استعملت اللحم تاع البقري راح نديرو جابو تاع البقري، حيعطيلو بزاف ذوق شباب. رايحه نديرهم ثاني فوق النار نخليهم يتقلاو. من بعد رايحه نمرق بالماء قيس ما يتغطى هذاك اللحم فقط. انا هنا كنت درتو في طنجره، من بعد درتو في الكوكوط، يعني الكوكوط رايحه تساعدنا بزاف باه يطيب لينا هذاك اللحم رابيدمون. من بعد هنا جبت كمية تاع فيونداشي، رايحه نحط لها شويه تاع بصل اللي يكون مرحي مع معدنوس مقطع رقيق. توابل، درت فلفل اسود مع توابل تاع اللحم. رايحه ندير ملعقه تاع زيت مع الملح مع الثوم مسكرفج، رايحه نخلطهم كامل كما راكم تشوفوا. هذاك البيض نديرو غير بشويه. انا هنا رايحه نكتفي ما نزيدش البيض لانه درت مع الاول كميه يعني لاباس بها. فوالا انتم ديروا غير بشوي باه يجيكم القوام تاعها مليح. هنا بعد ما نظفت القرنون تاعي راهو يعني ما شاء الله قاعد كيما راه. انا هنا نظفت القرنون تاعي غسلته بيان سور، من بعد حكيته بالقرص مع الفارينه. نحكموا نص حبه تاع القارص ونغمسوها في الفارينه ونحكوا هذاك القرنون تاعنا كامل كما راكم تشوفوا، باه يقعد هذاك الشكل نتاعو جميل ويبقى هكاك بيض ما يكحلش لينا. انا هذه هي الطريقه نتاعي كي ننظف القرنون كما قلت لكم، غير القارص مع الفارينه. في المره المقبله ان شاء الله رايحه ندير لكم فيديو كيفاش نقيو القرنون ويقعد هكاك بيض ما يكحل ما يتبدل اللون نتاعو. الو انا هنا كملت كامل القرنون تاعي، حشيته كامل بهذاك لافيون طاشي. انا رايحه بعد ما طاب هذاك اللحم نص طياب رايحه نحيه ونزيد ندير الجلبانه. فوالا هنا اللحم تاعي راهو طايب نص طياب، باه هذيك ثاني الجلبانه كي نديروها طيب، وهذاك القرنون نخليوه في الاخير، راح نغطي عليه ونخليه يطيب. فوالا هنا اللحم تاعي راهو طايب، يعني الزبده راهي تفتت وحده ورايحه نحيه. من بعد رايحه نجيب القرنون تاعي بعد ما حشيته كما راكم تشوفوا، رايحه نديرو في هذيك الصلصه او في هذيك المرقه ونخليه يكمل طيابو غير بشويه. فوالا انا كيما قلت لكم اللحم تاعي انا طيبته في الكوكوط باه يجيني يتفتت كيما نقولوا كيما الزبده. فوالا هذه هي وصفتنا اللي نراها اليوم، دولمه تاع القرنون بالجلبانه. نتمنى تعجبكم وتجربوها على طريقتي، ونتلاقاو في حصه واحده اخرى ان شاء الله.